كاس موسم الرياض وتشكيلة نجوم النصر والهلال ومباراة نجوم النصر والهلال مع باريس سان جيرمان في كاس موسم الرياض. فاستنوا كلام كتير في الحلقة دي. بنتكلم النهاردة عن مباراة كاس موسم الرياض اللي ستقام في الرياض بين نجوم النصر السعودي والهلال السعودي وباريس سان جيرمان بكتيبته الكاملة، في مباراة قوية جدا ومرتقبة بين كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي وميسي نجم باريس سان جيرمان. كلام كتير عن المباراة، الجماهير مترقبة تشوف صراع بين رونالدو وميسي تاني، ولكن في الرياض المرة دي في مباراة احتفالية كبيرة جدا، واجواء ما قبل المباراة واجواء ما بعد المباراة هتبقى نارية بكل قوة، خصوصا ان نجوم الدوري السعودي هيلعبوا قدام نجوم زي ميسي، مبابي، نيمار، حكيمي، وراموس، ماركينيوس ولاعيبة تانية كتير قدام باريس سان جيرمان. المباراة طبعا اصدائها قوية جدا، بنتكلم في احتفالية كل المسؤولين السعوديين وهيئة الترفيه سعوا ان هم يعملوا حدث كبير زي ما حدث مع رونالدو والقنبلة القوية التاريخية مع الميركاتو في النصر السعودي. نفس القصة برضو، مباراة استثنائية هتقام باحتفالية كبيرة جدا ورواج عالي جدا وترويج كبير جدا للكورة السعودية في العالم كله، لان كل العالم هيبقى مترقب ومستني يشوف الماتش ده بكل ارياح. كل الناس في كل منطقة وفي كل مكان عاوزة تتفرج على ماتش رونالدو وميسي نجوم الدوري السعودي وباريس سان جيرمان. نجوم الدوري السعودي طبعا اللي التشكيلة او القائمة اعلنت على رأسها كريستيانو رونالدو، تاليسكا، موسى ماريجا، ولويس جوستافو، سالم الدوسري، ومحمد كنو، ولويس حارس مرمى الهلال، وميكس كده من اللعيبه اندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، وميكس كده من اللعيبه. انا شايف ان التشكيله بتاعت الدوري السعودي تشكيله برضو قويه وتشكيله مليانه نجوم مدججين بنجوم على راسهم كريستيانو رونالدو. في الناحيه الثانيه باريس سان جيرمان ميسي، مبابي، نيمار، اشرف حكيمي، راموس، دوناروما، ماركينيوس، فيراتي، كل اللعيبه موجوده كان في باريس سان جيرمان، والتنافس الواضح والصريح بين رونالدو وميسي. طبعا رونالدو لسه ما شفناهوش في الدوري السعودي لغايه دلوقتي بعد مباراتين الايقاف اللي اتبعتوا مع البطاقه الدوليه من مانشستر يونايتد والعقوبه اللي محطوطه عليه في احداث ايفرتون، ولكن هنشوف رونالدو لسه قدام. اتوقع ان هيبقى مباراه النصر اللي جايه هيشارك، او اللي قبلها اللي بعدها مش عارف بالظبط، بس اتوقع ان احنا هنشوفه الماتش الجاي في الدوري السعودي عشان يعود رونالدو تاني ببريقه في الدوري السعودي ويدي رواج كبير جدا جدا للدوري السعودي والكرة السعودية، دوري روشن السعودي. احنا بنتكلم دلوقتي عن المباراة يعني احتفالية، هي ودية واحتفالية كبيرة، ولكن فيها صراع برضو، صراع بين اللعيبة كبار، صراع بين ميسي ورونالدو، صراع بين تشكيلة مختلفة بين الهلال والنصر، ان توليفة كده وميكس قوي جدا. في نفس الوقت برضو نجوم باريس سان جيرمان، صراع في احتفالية موسم الرياض فيها برضو ترويج عالي جدا للكرة السعودية، ترويج للمنافسات، ترويج لموسم الرياض نفسه اللي فيه كم هائل من الاحتفاليات. كل ده بيصب من مصلحة الكرة السعودية طبعا. وشوفنا قد ايه رونالدو كابتن الفريق، خاص بالفريق نجوم الهلال والنصر كابتن الفريق طبعا. شفنا التيشيرت اللي هيلعبوا بيه، شفنا التصوير اللي حصل بين رئيس هيئة الترفيه ورونالدو. يعني شفنا اجواء كتير جدا في الفترة دي والترويج لها بكل قوة، لان هنستنى حدث يوم 19 يناير يوم الخميس الساعة 8 بتوقيت مكة المكرمة، يعني الساعة 7 بتوقيت القاهرة، في مباراة قوية جدا بين نجوم الدوري السعودي الهلال والنصر وباريس سان جيرمان رونالدو وميسي.